ازيكم يا تالتة اعدادي، ورجعت لكم فيديو جديد هنشرح فيه يونت 12. وزي ما اتفقنا هنخلص ان شاء الله المنهج كله في وقت قصير. النهارده في يونت 12 زي ما اخدنا الحصه اللي فاتت، احنا اخدنا المره اللي فاتت او اخدنا اخر مره reported question، التحويل في السؤال المباشر وغير مباشر. النهارده هناخد reported orders خلاص، او reported imperatives. imperatives طبعا يعني ايه imperative؟ يعني الامر. عايزه اقول لكم كده قبل ما نبدا على حاجه بسيطه. انا احب دايما الطالب لما يجي يشتغل يبقى فاهم هو بيعمل ايه. imperative الامر بيتكون من ايه؟ حد يجي يقول لك يعني ايه imperative؟ يعني ايه امر؟ الامبيراتيف الامر خلاص ليه كذا شكل وليه كذا لون. يعني ايه؟ بس يعني مش كل الامر هو عباره عن ان انا اديك اوامر بس. ممكن ان انا اديك اوامر خلاص في صيغه الامر، او ممكن اديك اهو اول حاجه ممكن اديك الامر المباشر، تمام، اللي هو زي ايه؟ زي open the book، افتح الكتاب بعد اذنك، ده اسمه امر مباشر. فانا بديك الامر بصيغه الامر بشكل مباشر. تاني حاجه ممكن اديك الامر في صوره طلب مهذب، والطلب المهذب بروح احط لك فيها كلمه ايه؟ excuse me please. فانا اجي اقول لك ايه على سبيل المثال؟ غير لي الجمله دي من صيغه الامر المباشر الى صيغه البلايت ريكويست او الطلب المهذب. اروح قايله لك ايه؟ open the book، open the book، واروح حاطه في الاخر كوما please. open the book please، open the book please. يبقى بقت polite request. يجي مثلا الطبيب لما تيجي تروح له بيكتب لك دواء ويروح قايل لك ايه؟ take this medicine، take this medicine. خلاص خد الدواء ده بعد اذنك عشان تبقى صحتك ايه؟ كويسه. فانا لما اجي اقول take this medicine يبقى انا حولتها هنا لصيغه الايه؟ لصيغه الادفايس او النصيحه. تمام يا شباب؟ طب لاحظنا هنا يعني ايه بقى الاوامر؟ الاوامر بتيجي عباره عن ايه؟ ان انا ببدا الجمله بالفعل بدون خلاص subject، بدون فاعل، فبجيب الفيرب infinitive زي ما هو في المصدر. فالاوامر بتنقسم لكذا شكل. قلنا ممكن يبقى امر مباشر، ممكن يبقى polite request طلب مهذب، ممكن يبقى نصيحه، ممكن يبقى instructions تعليمات. يعني ايه؟ يعني ما يجي يقول لك مثلا انت جايب جهاز موبايل جديد مثلا تستخدمه، يقول لك مثلا ايه؟ charge the battery، اول حاجه اشحن البطاريه. مثلا يجي يقول لك مثلا على سبيل المثال لما تيجي تطبخ طبخه يقول لك مثلا first put، مثلا put او boil، اغلي اول حاجه، boil اول حاجه، ذا مثلا eggs، اسلق البيض في الاول وبعدين اعمل كذا. يبقى انا جبت لك الفيرب هنا في الامر في صيغه التعليمات. يبقى لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان الفعل هنا جاي زي ما هو infinitive، جاي infinitive. فكل دي اسمها ممكن يكون صيغة أمر، بس صيغة أمر بأشكال مختلفة. يبقى مش كل الأوامر بتيجي في صيغة أمر. يعني أنا بأمرك تعمل حاجة، ممكن أنصحك، ممكن أطلب منك بطلب بشكل مهذب، ممكن أنهيك إن أنت تعمل حاجة. فأنا بدل ما أقول لك على سبيل المثال مثلا، على سبيل المثال اقول لك never smoke، اوعى تدخن، ودي عباره عن ايه؟ برضو شكل من اشكال الادفايس او النصيحه. never smoke، don't اقول لك don't smoke، ما تدخنش. يبقى ده صيغه امر تاني بس في شكل الايه؟ نيجاتيف، فبديها لك في النهي ان انا بنصحك ما تعملش الحاجه. فنيجي كده بشكل بسيط نقول الامر بجيب الفيرب انفينيتيف. طيب بعد اذنك لو انا عايزه انفي الامر انفيه ازاي؟ انا عندي الفعل انفينيتيف اهو، هنفيه بايه؟ الفعل في المصدر بروح نفيها بحاجه من الاثنين، يا اما اقول لك don't بلس infinitive، يبقى don't بلس infinitive ما تعملش الحاجه دي، يا اما اروح جايه قايله لك never بلس infinitive ما تعملش الحاجه دي. يعني مثلا هنا اقول لك على سبيل المثال never smoke or don't smoke، او ما تدخنش. اديت لك صيغه الامر بس الامر فيه نهي. برضو ممكن تيجي بشكل نصيحه، يعني ايه؟ ما تدخنش، يبقى انا اديتها لك في صيغه النصيحه. يبقى قبل ما نبدا كده ناخد الريبورتد خلاص imperative، التحويل مباشر وغير مباشر في صيغه السؤال، صيغه الامر، انا اسفه، الامبيراتيف. خلاص هنبدا ناخد الاول يعني ايه امر. زي ما اتفقنا الجمل الامريه خلاص هي الجمل اللي بتيجي كلام منقول في صيغه الامر، بيجي في شكل اقتراحات، بتيجي في شكل نصايح زي ما اتفقنا. يعني انا ممكن اجيبها كمان نصيحه، ده ممكن اجيبها اقتراح suggestion.
طيب ليها افعال قول؟ ليها افعال قول. هل افعال القول مش في الجمل الامريه مختلفه؟ طبعا. احنا اخذنا في الجمل الاستفهاميه افعال القول مفيش في فعل قول، لا في عندي فعل القول بيتكون من ايه؟ مفيش. انا عندي في الجمل الاستفهاميه عندي ادوات استفهام زي what زي where زي when. عندي افعال مساعده زي verb to be verb to do verb to have. وعندي المودال verbs الافعال الناقصه زي كان وزي كود والكلام ده كله. واتفقنا في الفيديو اللي فات احنا بنعمل السؤال ازاي. طيب تعالى بقى معايا علشان ناخد حاجه جديده. ايه هي؟ صيغه الجمله الامريه ليها افعال زي order. خلاص order ساعات تيجي معنى يأمر او يطلب. suggest الاقتراحات، خلاص نجيب منها verb suggest. advice، وخلي بالي advice هنا بالسي الفيرب بتاعها advice s. تمام. تعالوا معايا يا شباب. بيقول لك ايه؟ الجمله الامريه هي عباره عن direct imperative يعني امر مباشر. خلاص. وبتبدا الجمل الامريه في الامر المباشر لو كان الامر مثبت يبقى نجيب الفعل. ايه الشاطر ده؟ قال لك انفينيتيف جدع. لو الفعل خلاص منفي هنجيب دوت وممكن نحط مكانها اكسلنت يا باشا، برافو عليك. نحط نيفر بلس انفينيتيف، وده اللي احنا قلناه في البورد اللي فاتت زي ما احنا قلنا واتفقنا. طيب هنيجي معايا هنا هنبدا نشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي. هنبدا نشوف افعال القول اللي معانا وناخدها واحده واحده، تركايه. تعالى معايا كده. اول حاجه هنبدا بافعال القول اللي هنستخدمها في صيغه الامبيراتيف الامر. ايه مش افعال القول اللي هنستخدمها؟ بس تركز معايا عشان تبقى فاهم الموضوع ماشي ازاي. لان احنا اتفقنا ان كذا يونت ما يكون في كذا يونت متفقه او فيها كذا جرامرز هيجي فيها كذا جرامر نفس الحاجه، يبقى متفقين مع بعض كده ان الحاجه دي لازم تيجي في الامتحان. لن يخرج الامتحان من الريبورتد كويشن ريبورت سبيتش بتاع الترم الاول ريبورتد امبيراتيف. يبقى عندي 3، عندي سؤال، عندي جمله، عندي امر. لان انا قلت لك عندي انواع من الجمل. جمله استفهاميه تبدا بفعل مساعد او اداه استفهام. جمله خبريه تبدا بفعل وفعل ومفعول. جمله امريه نجيب الفعل في المصدر او نجيبه في الامر. تعال معايا كده ونشوف الجمل هتبدا بافعال ايه. عندي verb order. اول حاجه بنحول said، واحنا عارفين ايه الفرق بين said و said to. said ما بيجيش بعدها فاعل، لكن said to لازم يجي بعد said to مفعول. خلاص دي بدون مفعول، خلاص انا اسفه، ودي بيجي بعدها مفعول. واتفقنا قبل كده امتى نجيب بعدها خلاص مفعول لو في to اللي هي said to بتساوي told. معايا يا فندم؟ طب احنا هنا بقى مفيش told، امال في هنا ايه؟ لا احنا في هنا الجمل الامريه فعل القول الامر اللي هو ايه بقى؟ اول حاجه عندي verb ordered، خلاص يعني امر او طلب. عندي verb commanded بس بتاعها. عندي verb asked، عندي verb requested، عندي verb told instructed. جاي من verb instructed جاي من instructions التعليمات. عندي verb wanted. يبقى دي كلها verbs ليها علاقة بالايه؟ ليها علاقة بالامر بس على حسب الامر. عندي verb advice يعني ينصح. خلاص يا شباب. عندي الافعال على حسب الاستخدام. عندي verb word يعني يحذر، على حسب يعني ممكن يجي تحذير، خلاص على حسب الجمله والمعنى بتاعها ايه. تمام. اول حاجه لما يكون عندي جمله عايز احولها من مباشر لغير مباشر في صيغه الامبيراتيف الامر، فعندك كذا حاجه يا فندم لازم تعملها. اول حاجه اذا كانت صيغه الامر مثبت بتروح شايل الكوتيشن او علامتين التنصيص وتحط مكانهم to. طيب لو كانت الجمله نيجاتيف هتشيل علامتين التنصيص وتحط مكانهم not to. زي الفل. يبقى اسهل حاجه هناخدها في حياتنا هو reported imperative. تحول الضمائر والازمنه زي ما اتفقنا present simple past simple present continuous past continuous على حسب استخدامنا للزمن. طيب اول حاجه reporting verbs، خلاص بنجيب فعل القول وبعدين نجيب المفعول لو في مفعول، خلاص وبعدين not to plus infinitive. يعني ايه؟ تعالى معايا يا فندم ونبدا نشوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجه في الجمله الامريه الدايركت the teacher said to us، يعني المدرس قال لنا. المدرس قال لكم ايه حلوين؟ the teacher said to us دي examples. open your box يبقى ده اسمه امر اهو مباشر. said to ممكن نروح محولينها ل told، ممكن نحولها
asked ممكن نحولها ordered us، يبقى told us asked us ordered us. اتفقنا الكوتيشن علامتين التنصيص. مع السلامة، باي باي يا حبايبي، باي باي. نروح حاطين مكانهم to plus infinitive. فين الفعل اللي بعد كوتيشن علامتين التنصيص؟ open. يبقى هنقول the teacher told us، the teacher asked us، the teacher ordered us خلاص to open our books. تعالى على الكومنتس هنا، بيقول لك الكومنتس بتاعتي خلاص use reparting verbs. بنستخدم افعال زي ايه؟ نستخدم افعال التبليغ بتاعتي زي او نقل الكلام told ordered asked advised commanded. خلاص دي كلها اسمها افعال التبليغ اللي هي زي اخبر وامر وسأل ونصح. خلاص وكلهم نفس المينينج، بس على حسب، هقول لك تاني، بستخدمها على حسب معنى الجمله، على حسب معنى الجمله عشان ما تجيش تتلخبط وتيجي تقول لي ايه بتستخدم ده يا مس؟ الدكتور بيقول لك خد دواك، يبقى اكيد بينصحك. تمام يا شباب؟ إيه باباك بيقول لك ما تدخنش، اكيد بينصحك، ممكن يأمرك كمان. واحد بيقول لك اياك تدخن وده صاحبك بيحذرك، اوعى تحود يمين لان في مطب، يبقى دي تحذير. يبقى على حسب معنى الجمله. برافو عليكم. خلاص طيب لما يجي يقول لي subject هنبدا بقى. اول حاجه لو انا عندي الجمله خلاص مثبته، تاني بيقول لك 2 plus infinitive لسه قايلينها. طب لو انا عندي الجمله نيجاتيف، يعني مثلا بيقول لي ايه for negative comments، لو انا عندي التبليغ بتاعي نفي خلاص بتروح حاطط not to، خلاص not to plus infinitive. يبقى تاني الجمله مثبته 2 plus infinitive، في الأول طبعا في فعل القول. الجملة منفية not 2 plus infinitive. معايا يا دكاترة؟ not 2 plus infinitive. معايا يا دكاترة؟ تمام. بصوا معايا the police اهو الجملة الدايركت اهي المباشرة. the police officer خلاص the police officer said don't move، اوعى تتحرك، اوعى تتحرك. فراح قايل لك ايه reported، حولها لي بقى the police officer ordered، ادى امر. ادى امر لمين؟ انا حطيت من عندي مفعولها عشان الجمله الامريه لازم يبقى فيه فاعل وشخص بيتلقى الامر، يبقى ده شخص اسمه الاوبجكت المفعول. يبقى انا فاعل بقول الجمله وانت اوبجكت متلقي الاوامر بتاعتي. يبقى هيروح قايل له ايه بقى؟ the police officer ordered him. هنا قال له ايه بقى؟ شال الكوتيشن علامتين التنصيص وراح قايل بدل don't not to move، اوعى تتحرك not to move. وبكده نكون بصوا في السريع، في السريع خلصنا اسهل درس. يبقى احنا كده اتكلمنا عن التحويل مباشر وغير مباشر في الامبيراتيف الجمله الامريه. تعالوا يا شباب عايزين نطبق على الكلام ده. بصوا معايا، تعالوا يا شباب نطبق على الكلام ده بشكل بسيط وسهل. معظم الجمل اللي بنقولها هي جمل هتيجي منها الامتحان خلصانه من غير ما نتكلم كتير. طبعا انا جايبه معظم الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات اللي هو خلاص كده انت هتاخد الجمل دي تقراها يوم الامتحان، تبص للفيديو بشكل سريع كده وانت بتتسلى كانك قاعد بتتسلى على اي حاجه، وتنام وتصحى تاني يوم تلاقي الامتحان جايلك بنفس الجمل على ضمانتي وانا اللي بقول لك. تمام؟ طيب تعالوا كده نشوف مع بعض السنتنس دي. هنا complete the sentence with the correct form of the words in practice. استخدم كلمات بس انت هتعمل completed بقى، اعمل write تاني او correct الاخطاء دي. اول حاجه بيقول لي the doctor said the patient to stay in bed for 3 days. يعني الطبيب بيبلغ المريض ان هو يفضل في السرير لمده 3 ايام. طيب هنا بيقول لك said ما ينفعش. اولا لاحظ هنا ادي الدكتور فاعل والبيشنت ده الاوبجكت او المفعول. خلاص طيب الراجل بيبلغه، طبعا لما يجي يقول لي the nurse او the doctor يبقى على طول الراجل بيديني advice نصيحه. ممكن تقولي مس order عادي جدا. خلاص يبقى هنقول the doctor advised خلاص the patient نصحه. طيب my mother ماما قالت لي ايه بقى؟ not to forget my passport before leaving. اوعى تنسى الباسبور بتاعك قبل ما تمشي او تغادر. يبقى my mother ايه عندك يا باشا؟ يا اما هتقول ordered وصح برضو، ممكن نقول mom warned خلاص warned me، ماما حذرتني خلاص not to forget، لان انا لو نسيته مش هعرف اسافر فهرجع تاني وهتروح عليا السفريه. تمام؟ طيب the sign اللافتة او الاشاره said خلاص all the visitors كل الزوار to keep off the gas.
لو سمحتوا يا شباب، هو مكتوب يا فتى كده محدش يمشي على الحشائش، ممنوع. خلاص، يبقى هنقول ايه بقى؟ the sign warned حذرت، خلاص all the visitors to keep حذرتهم انهم يحافظوا، يا اما نقول ordered. ممكن نقول asked. خلاص يا شباب asked، يبقى هنجيب asked ده تلاقي معظم الافعال الدارجه قوي يا اما order يا اما ask. طيب رجع بيقول لي the police chief، خلاص his officers جه، خلاص البوليس تشيف، خلاص هيد اوفيسرز قال ايه بقى رئيس المباحث للضباط بتوعه؟ to help patrol the main streets immediately. يا جماعه لو سمحتوا، لو سمحتوا اجروا بسرعه ظبطوا لنا الشوارع في الحال. خلاص، يبقى هو ادى امر على طول للاوفيسرز، يبقى على طول ordered. طب ينفع اقول اسكد يا مس؟ والله صح برضو، لان اسك يا جماعه هنا مش جايب معنى يسال، هنا اسكد جايب معنى يامر، جايب معنى يطلب، اديني اوردر يا فندم. تمام. she suggested me to study harder، قالت لي ذاكري اكتر. خلاص if I wanted to pass the exam، لو انا عايز انجح في الامتحان يبقى لازم اذاكر اكتر. يبقى هي ايه في الحاله دي؟ هي مش امرتني ولا طلبت مني، في الحالة دي أحسن فعل هينفع اللي she advised me، هي نصحتني، إن أذاكر أكتر علشان أجيب درجات كويسة. the coach warned، warn هو يا شباب الفيرب اللي بقول لك عليه اللي هو يحذر. the coach المدير، the coach the players to practice every day. خلاص the coach يا جماعة لازم تتمرنوا كل يوم. يبقى هنقول ايه بدل ده امر؟ يعني ايه؟ يعني هي امر بس هو نصيحة، بس انا اجيبه اكتر امر، يبقى ordered او asked، طلب منهم ان هم يتمرنوا practice every day. the librarian suggested the students، خلاص طبعا هنا مش هينفع يجي اقتراح خالص. to be quiet، يا جماعة لو سمحتوا عايزين هدوء، يبقى asked the student، خلاص يا اما ordered the student، يبقى ordered or asked. ملاحظين معظم الافعال يا شباب جايه ordered لانها بتيجي بمعنى يامر او يطلب، وasked نفس الكلام. my father threatened بالمناسبه يعني يهدد. تمام. threatened me to save my money of my pocket money، يعني ايه؟ يعني انا احوش من مصروفي. من الاخر كده انا باخد a pocket money every مثلا week، واحد بياخد مصروفه اسبوعيا every month، فبابا بيقول له ايه؟ حوش من مصروفك يا عم، حوش مصروفك جيب لك حاجه تنفعك. تمام. فهيقول my father ايه بقى؟ يعني بابا يجي يقول لك حوش من مصروفك، هو مش بيديك يعني اوردر، لكن هو بيقول لك ايه؟ نصيحه لوجه الله. يبقى my father خلاص advised me، my father advised me to save some money of my pocket. the boss الرئيس said، طبعا احنا اتفقنا يا دكاترة ما ينفعش نجيب said ابدا وبعدها مفعول. said عشان يجي بعدها مفعول لازم تبقى said to، يبقى هنقول the boss الرئيس his assistants المساعد بتاعه to schedule the meeting، لو سمحت حط جدول للاجتماع. to schedule يبقى هتيجي ايه؟ ordered، خلاص يا اما asked، خلاص معايا، يا اما instructed يعني اداله تعليمات، اداله تعليمات ان هو يعمل جدول الاجتماع. she reported her friend not to touch. انا قلت لك دايما لما يجي يقول لك not to يبقى دي عباره عن ايه؟ warning تحذير. not to يبقى ده تحذير. خلاص معايا؟ يبقى she her friend not to touch the hot stuff، ما تلمس الموقد او سطح البوتاجاز السخن او الساخن. يبقى she ايه her friend؟ she warned حذرتها. she warned. ما اسهل يا شباب، ما اسهل يا شباب الريبورتد imperative، وما اسهل المبني التحويل مباشر وغير مباشر، وهيجي في الامتحان، انا قلت اهو هيجي في الامتحان. The teacher begged. خلي بالك بالمناسبة يا دكتور كلمة أو beg كفيرب بتيجي معنى يتسول، يا عم اديني لله بيشحت يعني. خلاص معايا؟ طيب لما اجي اقول هنا يتسول بيشحت، ممكن اجي بمعنى تاني اللي هو يتوسل يعني يتحايل عليك. خلاص يقف ارجوك بعد اذنك والنبي، يبقى هنا begged بقى.
big the class مش هينفع طبعا هنقول المدرس بيتوسل للفصل to bring the books. ولد انا هتوسل اقول لك order على طول، يا اما ordered يا اما asked، يا اما ordered يا اما asked. احنا عندنا الكلام ده. التيتشر على طول يدي الامر والمدرس طبعا يدي الامر والتلميذ حاضر ونعم عشان احنا تلاميذنا محترمين. The nurse fed the patient. لسه قايل الدكتور، خلاص الدكتور مع البيشنت يبقى تدي ايه؟ advice. وقلنا تاني يا سنة تالتة خلي بالي ما بين advice is يعني ينصح وadvice يبقى دي كده الفيرب، وده فيرب ايه؟ regular وبيجي بعد to plus infinitive. وقلت لك قبل كده لما نعوز ننفي advice خلاص نخليها not to. لكن advice اللي هي بالسي دي عبارة عن ايه؟ عن نصيحة، ودي عبارة عن noun، ودي uncountable noun اسم لا يعد. خلاص في منها كلمة a tip و tips يعني نصيحة برضو ودي نصايح. دي اسم يعد، دي اسم يعد. يبقى كلمة advice ده verb. خلاص ده regular verb يجي بعد to plus infinitive. advice ده عبارة عن noun تمام، وده uncountable noun اسم لا يعد. عايزه احوله خلاص يبقى advice تمام. النون ده عايزه اخلي فيه منه كلمه زيها تعد، عندي a tip و tips. طب لو انا عايز اجمع advice اقول ايه؟ a piece of advice is pieces of advice or pieces of advice. كلمه advice لا بنزود لها اس ولا بنزود لها حاجه، هي في حالها كده. يبقى the nurse ايه يا شباب؟ the nurse advised نصحت the patient المريض to stay in a bed. افضل يا ولد هادي كده في سريرك، افضل في سريرك. He suggested his wife to take a vacation. خلاص يعني الراجل suggested مش هينفع، احنا خدنا اشكال الاقتراح يا شباب. خلاص let's هي بتحول لشال وي خلاص، او he suggested to تمام. عندي let's وعندي shall كل اشكال الاقتراح دي خلاص ما بتجيش خالص في الامبيراتيف الامر. He suggested his wife to take vacation. يبقى الراجل بيقول لمراته ايه؟ خدي اجازه، ده راجل محترم. الست صعبت عليه عشان تعبانه خلاص، فيقول لها ايه؟ خدي اجازه عشان تريحي. يبقى هيروح قايل ايه بقى؟ he advised نصح مراته خدي اجازه عشان مش تتعبي. يبقى advised his wife to. معظم الافعال دي يا شباب بص جايبها advice ايه؟ to plus infinitive. خلاص advice to plus infinitive، asked ordered to plus infinitive. اللهم صل على النبي. بص اهو كله 2 بلس انفينيتيف زي ما احنا متفقين، لان احنا شلنا الكوتيشن علامتين التنصيص والجمله المثبته حطينا 2 بلس انفينيتيف. the security guard خلاص الحارس بتاع الامن the security guard said the crowd to move back. قال للحشد او مجموعه الناس لو سمحتوا ارجعوا ورا. خلاص يبقى الراجل امرهم على طول يا اما asked يا اما ordered. واخدين بالنا ان كل الافعال اللي جايه معظمها ordered or asked ordered or asked. the recipe الوصفه warned the cook to preheat the oven. يعني ايه؟ يعني الوصفه بتقول لك يا باشا بعد اذنك سخن الفرن قبل ما تحط الاكله فيه. يعني مثلا ماما قبل ما تعمل الكيك بتروح عامله ايه؟ preheat the oven يعني بتسخن الاول الفرن تمام. طيب الريسيبي الوصفه ما هي عباره عن وصفه، يبقى عباره عن ايه الوصفه؟ عباره عن excellent برافو، واحد قال له instructions تعليمات. يبقى الوصفه بتديني تعليمات. اديني الفيرب بتاعها instructed خلاص instructed اللي هي بتديني تعليمات خلاص ان انا اطبخ اسخن الفرن قبل ما اشتغل عليه. كده نقول قلنا معظم الكوريكت سوري خلاص اللي ممكن يجي منه جمله في الامتحان. واسمع كلامي لانه مهم جدا تمام. ناخد بقى كام جمله كده ريرايت عشان نخلص بيهم وما اكونش سبتكم نفسكم في حاجه. بسم الله قولوا يا شباب بسم الله. rewrite the following sentence using the words between brackets. استخدم الكلمات اللي موجوده ما بين القوسين. اول حاجه بيقول لي my father always said to us. بابا دايما بيقول لنا ماشي always tell the truth دايما قول الحقيقه. يبقى نروح قايلين ايه؟ my father خلاص، يا اما نقول asked us خلاص، يا اما هقول advised us بابا بينصحنا. والاثنين زي بعض خلاص. هنشيل الكوتيشن ونحط to plus infinitive يبقى to ايه؟ to tell the truth ان احنا نقول the truth الحقيقة. خلاص طب على طول
طيب the lifeguard ده اللي بينقذ حيوات الناس خلاص في البحر، لما يكون ده الراجل واقف بيراقب الناس من على الشاطئ. said to us قال لنا ايه؟ don't swim beyond the red flag، محدش يرجع بعد العلم الأحمر لو سمحتوا. خلاص في مكان هترجعوا عنده هيحصل مشكلة. يبقى روح قايلين the lifeguard قال ايه الراجل؟ خلاص told us، لا خليها بقى يا اما ordered us او asked us او warned us. انا بفضل في النفي كده خليها معلمه معاك كده، انا جبت نفسي يبقى بديك النفي، يبقى اديك تحذير، نفي يبقى تحذير، يبقى warned us. معلش يا اولاد بصوا انا بصور الساعه كام؟ 11 الا تلت بالليل، الساعه 11 الا تلت بالليل. خلاص 11 الا تلت بالليل وانا من الساعه 10 الصبح بره في الشغل، يبقى warned us يعني حذرنا. تمام. هنا don't swim هنشيل don't على طول والكوتيشن not to، يبقى not to swim خلاص. The instructor said، الشخص اللي بيدينا التعليمات to the student بيقول لهم ايه للطلاب؟ hand in your assignment by Friday. لو سمحتوا يا جماعة سلموا خلاص المهام بتاعتكم قبل يوم الجمعة. يبقى هنقول the instructor خلاص told أو أنا مش عايز told سوري ordered، خلاص ordered أو asked. طب ممكن يا مس أقول instructed؟ ما هو جاي من instructed. بص كم فعل ينفع؟ والله كله ينفع. يبقى أنا عندي ordered خلاص، عندي asked، عندي instructed. مين يا شباب؟ هشيل تو خالص the students. تمام. جيب لي بقى الفعل هنحوله ازاي؟ ولا اي حاجه، هنشيل الكوتيشن ونقول تو هاند ان هو يسلم. تو هاند يور هتتحول لذير عشان هم جمع، students جمع. تمام يا شباب؟ يا رب تبقوا فاهمين، انا ماشيه واحده واحده. the mechanic said to me بلغني قال لي ايه بقى؟ come back next week، تعالى كده ارجع لي الاسبوع الجاي for the final check عشان نعمل فحص نهائي. The mechanic said to me، طبعا هو قالك هنا اختار ايه؟ اختار told. انا لما جيت اشتغلت اديتك برضو خلاص، اديتك حاجات تنفع. انا عندي اهو البراكتس اهو، بس انا بديك الحاجات اللي ممكن يستخدمها اكتر من حاجه عشان يجيب الحل كله. The mechanic said to me هنشيل said to me خالص ونحط told me. احنا قلنا told تنفع عادي told me بس ما يجيش معاه preposition to. هنشيل quotation نحط to plus infinitive، يبقى to come back بدل next week the next week for the final check the next week. آخر حاجة يقول لي he said to the children، قال للطلبة ايه او للأطفال ايه؟ قالك هنا شيل said to حط لي ordered. خلاص don't شيل الكوتيشن، يبقى don't دي تتحول من not ايه؟ not to touch the wet paint. لو سمحتوا محدش يلمس خلاص الرسمة او الدهان اللي لسه مبلول على الحيطة. معايا يا شباب؟ نيجي ناخد اخر questions عشان ابقى انا كده عملت اللي عليا معاكم وقلت لكم كل الاسئله. طبعا يا جماعه مفيش يعني مع احترامي كل الناس مفيش حد بيشتغل كمل الاسئله دي كلها في نفس الكلاس مره واحده يعني، بس عشان دي تبقى زي مراجعه نهائيه ترجع لها ليله الامتحان. عايزه لو في اي جمله واقفه مع حد اي حق ابعت لي عادي انا هرد عليك. بيقول لي the children warned خلاص their father to buy them ice cream. يعني الولاد طلبوا من باباهم ان هو يشتري لهم ايس كريم. طبعا مش هقول warned حذروه، ينفع؟ لا، يبقى asked او told، الاثنين صح. asked او told، asked خلاص او told، يبقى asked their father to buy them ice cream. The coach said the runner to keep going، قال للشخص اللي بيجري تمام to keep going، افضل استمر even when he felt tired، افضل استمر حتى لو انت تعبان. يبقى على طول هنقول ايه؟ ordered تمام، هنقول asked. عندك حاجة من الاثنين اللي انت عايزه ordered او asked. شوفي الجملة معناها ايه علشان تعرف تحل. The flight attendant اللي هي مضيفة الطيران suggested اقترحت على all passengers كل المسافرين to fasten يعني يربط their seat belts أحذية رباط الأمان. seat belt اللي هو حزام خلاص، حزام الأمان في الطيارة أو في العربية خلاص. وfasten يعني يربط، وده verb يا شباب، ده verb regular منتظم fasten خلاص fastened ماشي.
قال لك هنا اقول بقى ايه؟ الفلايت اتندنت suggested ولا ordered؟ يا ordered خلاص، يا asked خلاص، يا asked يا told. ماشي، يبقى كده احنا ماشيين اهو ordered منتظمه معانا او asked. He know the neighbors not to make so much noise. لو سمحت ما تعمليش دوشه خلاص. late at night، عندنا جار وكل شويه هو عياله يزعقوا ويعملوا دوشه. رحت قلت له ايه؟ انا طلبت منه لو سمحت ما تعملوش دوشه بالليل، او انا اتخانقت معاه فحذرته. يبقى انا عندي شكلين، يا اما هكلمه بالراحه، وفي الحاله دي ان انا هطلب منه يا عم لو سمحت مش عايزين دوشه، اما بابا يروح يقول له لو عملت دوشه انا هتخانق معاك واحنا مش عايزين مشاكل. يبقى هي هنروح قايلين ايه؟ يا اما warned حذره خلاص، يا اما asked طلب منهم يا جماعه لو سمحتوا not to make so much noise late at night. The bigger لسه قايله لك big يعني يتسول. The bigger المتسول سوري الشحات. threatened ينفع يعني يهدد passengers خلاص المارة by الناس اللي ماشيين من جنبه to give him some money for food. لو سمحت عايز فلوس اشتري اكل بعد اذنك. وده اللي بيحصل لنا. الناس اللي في الزقازيق عارفين الحوارات دي في القومية. يبقى the bigger عمل ايه يا شباب؟ the bigger عمل ايه يا شباب؟ begged يعني تسول خلاص، او asked يبقى طلبة. مش هينفع اقول يا جماعه ordered خالص. يبقى asked passers by، يبقى begged passers by. يبقى انا بقول تسول طلب بايه؟ بنوع من انواع لو سمحت اديني من فضلك. ماشي، يبقى انا جبت على حسب معنى الجمله. والله الجمله فيها ما تعملش دوشه يبقى warned خلاص. لو سمحت من فضلك خلاص يبقى asked. اعمل حاجه دي لمصلحتك يبقى advised. انا طلبت منك الامر يبقى ordered. وبكده نكون خلصنا الجرامر بتاعه يونت 12 يونت 12 لبريب 3، وخلصت رحلتي في الجرامر على خير وبمنتهى السلاسه. اتمنى تكونوا انتوا استفدتوا، ويكون في حاجه وصلت لكم مني هتخليكم تدعوا لي في يوم من الايام. واقول لكم انتظروني ان انا هعمل لكم الفيديوهات الجايه اللانجوج نوتس اللي ما بين السطور. وانا اقسم لك ان الامتحان مش هيخرج من الحاجات اللي انا بشرحها. ونتقابل بعد الامتحان وقول لي يا مس جات لك منها ولا لا. اشوفكم على خير في فيديو جديد واللانجوج نوتس بتاعت يونت 7. باي باي.